السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معي فيديو اليوم ان شاء الله جبت لكم فيديو جديد وصفه جديده. كي كتشوفوا معايا غنحضر انا وياكم بسبوسه بنكهه الحامض. كتجي شي حاجه اللي زوينه بزاف الكوتي مع هكا قهوه في العشيه ولا كاس ديال اتاي. مهم زوينه ان شاء الله ما تخطاكمش. تبعوا معايا المكونات كي كتشوفوا معايا. عندي هنا نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الحليب، ونص كاس ديال الزيت العبر طبعا بكأس العنبة، كاس ديال عصير الليمون، جوج حامضة عفوا جوج بيضات، قشرة ديال الحامض محكوكة. عندي ساشي واحد ديال الفاني وساشي واحد ديال الخميرة حمراء ديال الحلويات. وكي شفتوا معايا بالنسبة للطحين انا هزت لي جوج كيسان. غادي تشوفوا معايا شحال ديال العبار غتهز معايا ديال الطحين. كي قلت لكم جوج كيسان اللي هزت ليا هاد الخليط كامل. صافي. الخل ضروري كنديرو في الكيك في اي حاجه كيعطي الكيك واحد الهشه وواحد القوام رائع. صافي كنجي واحد البول فين نطرب البيض، كنزيد عليه قمصه ديال الملح وساشي ديال الفاني. كنطرب البيض مزيان حتى كيطلع ليا البيض. وكنضيف الزيت. كي كتشوفوا معايا الزيت غنضيفو على دفعات، ما نضيفوش يعني مره واحده، لا. كنضيف سنيده. كنضيف وانا تنطرب، نضيف سنيده ونطربها مع البيض. ومن طرب ليا كنضيف الزيت كي كتشوفوا معايا على هذا الشكل، كنضيفوه على دفعات وانا كنطرب. ممكن تستعملوا حتى الخلاط اليدوي، ممكن تستعملوا الخلاط ديال العصير حتى هو ممكن يطلع فيه هاد الكيك ميني كيك كيطلعوا زوينين. المهم لكم الاختيار. كنضيفوا داك كاس ديال العصير البرتقال، نص كاس ديال الحليب، وداك القشره ديال الحامض اللي حكينا كتعطي واحد لوغو هائل هاد ميني كيك. صافي تنقص هنا شويه السرعه وتنحرك غير بشويه. هنا غادي نضيف النواشف. بالنسبه للطحين كي قلت لكم هزات لي جوج كيسان. نعبر معاكم، نعبر الكاس الاول وانا كنضيف غير كنضيف يعني بشويه الطحين حتى كنشوف. المهم الخليط ما خصوش يجيني قاصح وما خاصوش يجي جاري، يعني كيجي ما بين وبين. كنضيف حتى ديك الساشيه ديال الخميره بيكين باودر، كنضيفها حتى هي باش كتدخل ليا في الخليط. وكنطرب غير بشويه باش ما يطرش ليا داك الطحين. ممكن في هذه المرحله تحبسوا من الخلاط الكهربائي وتحركوا الطحين غير بيديكم، غير بالخلاط اليدوي. صافي كنضيف الكاس الثاني كي شفتوا على هذا الشكل. صافي هنا عندي القوام هكا كيجي، كشفتوا كي كيجي بحال هكا. كي قلت لكم راه هز ليا جوج كيسان عامرين ديال الطحين. صافي هنا كنجيب هنا كنضيف شويه الخل، واحد المعلقه صغيره ديال الخل. كي قلت لكم كيعطي واحد الهش واحد القوام من هذا الكيك، كيجي رطب وهشيش. صافي هنا كنجيب ليمون اللي كنكون دهناهم بالزبده ورشاهم بشويه ديال الطحين، وكنبدا نصب الخليط ديالي على هذا الشكل. صافي هنا الفران عندي سخون، ضروري الفران تكونوا مسخنينه على قبل. بالنسبه للفران ديال الكهرباء 160 درجه، وديال الغاز بوطه متوسطه. صافي كندخلهم الفران البنات. كندوز نوجد الكريم. هنا عندي الكريم. عندي واحد الكاس ديال الحليب في نص كاس ديال الحامض، معلقه كبيره ديال النشا، جوج معالق كبار ديال السكر، وواحد البيضه. صافي كنطرب كلشي على نار هادئه حتى كيعقد لي الخليط. كيجي هاد الخليط هاد لاكريم د الحامض كتجي بنينه بزاف. هنا من بعد ما طابت لي الميني كيك ديالي كنديمو ليهم وكنسقيهم هكا بالكوفيتين من الجناب مزيان. كندوزهم في الكوك كي تشوفوا معايا، وكنعمر كنعمر بالكريم.
كريم ديال الحامض على هذا الشكل. صافي وهكا تيكونوا واجدين الكوتي. كي قلت لكم راه كيجيو بنينين بزاف بنكهه الحامض، كيجيو شي حاجه اللي زوينه طوب ديال الطوب. كنصحكم انكم تجربوهم. المهم لا جربتوهم ما تنسونيش من لايك كومونتير واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم بزاف، كنحماق هذيكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وبسلامه عليكم.